السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة سهل وبسيط خالص. بصراحة ما حبيتش ان انا استفاد لوحدي بالتجربة دي، وحبيت افيدكم معايا، وهي خلطة الصابون الجاهزة اللي بتتباع عند بتوع المنظفات، ورأيي فيها بكل صراحة. بصراحة يا جماعة حلوة جدا، ومن ناحية التوفير فدي توفير التوفير. يعني هتعملي صابون الشهر كله ببلاش، مقارنة بالأسعار اللي بنشتريها من بره، فدي هتكون ببلاش خالص، لأن سعر العبوة فيها عامل 20 جنيه، وهيعمل لك 8 لتر من الصابون. وزي ما انت شايفة كده الرغوة بتاعتها شديدة جدا، وكمان بينضف جدا وبيلمع أي حاجة بتغسلي بيها. تعالوا بينا نشوف مع بعض عملناه ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايكات وشير كتير للفيديو علشان أكبر عدد من الناس يستفاد من الوصفة. ولو انت أول مرة تزوري قناتي نورتيني، وما تنسيش تشتركي في القناة. خلطة الصابون الجاهزة اللي أنا جبتها اسمها سوبر لوكس. طبعا في أسامي كتير وفي شركات كتير، بصراحة ديت اللي أنا جبتها وجربتها وعجبتني جدا، ومن أول ما جبتها من أول مرة جربتها أنا على طول بجيبها، على طول بقيت على طول بعمل الصابون في البيت. فتحنا كده الكيس مع بعض بالشكل ده، وجواه كده كيسين، كيس بودر زي ما انت شايفه كده، وكيس جل. مكتوب على الكيس من بره بيتحللوا في 8 لتر من الميه. فلو انت عايزه الصابون كده خفيف شويه، يعني ما تزودلوش ميه وانت بتغسلي المواعين، فاعمليه في 8 لتر. لو انت عايزه الصابون تقيل ومركز، فحلليه كده من 5 لتر ل 6 لتر من الميه، هيطلع معاكي تقيل كده جدا وحلو قوي. يعني حابه تضيفي له بعد كده ميه وانت بتغسلي المواعين ضيفي له، مش حابه تستخدميه كده اللي يعجبك. جهزت بقى كده معايا جردل كبير علشان ياخد كميه الميه، او طبق كده كبير، وفضيت العبوتين الجل والبودر، فضي كده الاكياس كويس جدا. عايزه اقولك ان في منه روايح كتير. الريحه اللي انا جبتها كان بريحه الليمون. بصراحه انا بحب ريحه الليمون في المواعين قوي، بتخلي كده ريحه المواعين حلوه جدا. طبعا اختاري كده الريحه اللي تعجبك، في ريحه تفاح، في برتقان، في روايح كتير. فضيت بقى كده العبوتين بالشكل دوت، وهبدأ كده بالمضرب او بمعلقه خشب اضرب كويس جدا. يعني قلبي كده واضربي كويس جدا، ما يقل عن 5-7 دقايق، بحيث الصابون بتاعك يطلع كده شفاف زي ما بنشتريه من بره، يعني مش محبب ولا مكتل. انا هنا كنت مسرعه كده الفيديو معاكم علشان مده الفيديو، ولكن انا كنت بره الكاميرا بضرب كويس جدا. زي ما قلتلك اهم حاجه ان انتي تضربي الخليط ده، المكونين دول البودر والجل، تضربيهم كويس وتقلبيهم كويس لغايه ما يدوبوا كده تماما، ما يكونش فيه اي حبيبات خالص، علشان الصابون بتاعك يطلع شفاف مش مكتل كده ولا محبب. ضربت بقى كده كويس بعد حوالي كده 10 دقايق، ونزلت كده باول لتر ونص من الميه. الازازه بتاعتي اللي انا كنت بعاير بيها كان حجمها لتر ونص. بعد كده نزلت بتاني لتر ونص. وعايزه هنا اقولك على حاجه، خدي بالك من عد الازايز، ما تعمليش زيي وتتلخبطي. انا بصراحه اتلخبطت وضفت حوالي 9 لتر من الميه، يعني عديت كمان اللي مكتوب، عديت كده اللي مكتوب على الكيس من بره، مكتوب لك يتحلل كده في 8 لتر، انا عديته. انا بصراحه اتلخبطت في عد الازايز ونسيت انا ضفت كام ازازه. فانت خدي بالك وانت كده بتعمليه، لو هتحلليه في 5 لتر فجهزي كده 5 ازايز ميه جنبك، او لو هتعايري زي ما انا عملت خدي بالك كده من العد. طبعا بتضيفي كل ازازه ميه تقلبي كويس جدا، يعني ايد بتضيف كده بتنزل بالميه كده تدريجيا، والايد التانية بالمضرب كده او بالمعلقه الخشب بتقلب كويس جدا. شايفه كده الرغوه طالعه عامله ازاي؟ الرغوه والريحه حلوه قوي. هفضيه بقى كده في طبق كبير، لان بصراحه الجردل كان عالي على ايدي وكان تعب لي ايدي وانا بقلب، وكمان في التصوير ما كانش واضح قوي، فكنت عايزه كده الصوره وعايزه كل حاجه تكون واضحه قدامكم.
هضيف بقى كده اخر ازازة مية وهقلب كويس جدا، وهسيبه بقى كده لمدة ساعتين زي ما هو كده بالطبق بتاعه. سيبيه زي ما هو كده على الرخامة لمدة ساعتين علشان يتقل. مكتوب على الكيس كده من ورا يترك كده الصابون لمدة ساعتين علشان يخمر ويتقل معاكي. وبعد ما عدى كده عليه ساعتين بصي بقى بالقوام اللي انت شايفاه قدامك ده. يعني عايزه اقولك انه مش خفيف قوي، مظبوط بصراحه كده، كان بينزل من الصبانه كويس. فانت لو عايزاه تقيل ومركز قوي فحلليه كده من 5 لتر ل 6 لتر من الميه. عايزه اقولك بقى ان انا غسلت بيه مش بس مواعين، انا غسلت بيه سيراميك وغسلت بيه احواض وتويلت، كان بيلمع الحاجه وبيخلي الحاجه كده ريحتها حلوه وزي الفل. زي ما انت شايفه كده الرغوه بتاعته في السلك عامله ازاي. حقيقي بجد جربي واعمليه في البيت وهتعتمدي الطريقه دي على طول، هيوفر عليكي الشيل الصابون اللي بنشيله قد كده. وزي ما شفتي طريقته بسيطه وسهله خالص. كل اللي انت هتعمليه ان انت هتجيبي الكيس دوت وهتضيفي له الميه وخلاص على كده. هنا معايا فوطه مطبخ، عايزه اقولك ان بينضف الفوط بتاعه المطبخ جدا. وزي ما انت شايفه بصي كده الرغوه بتاعته عامله ازاي. انا خدت بس كده شويه بايدي شويه صابون، وكان في الطبق شويه ميه والفوطه. بصي كده بغسلها الرغوه بتاعتها عامله ازاي. جربي طريقه الصابون دي وبجد هتدعيلي عليها. زي ما انت شايفه بقى كده عبيته في الازايز والجراكن كده. يعني الجيركن الواحد دوت عامل 5 لتر، عامل كده حوالي 5 لتر، وكل ازازه من دول حجمها لتر ونص. انا عبيت ازازتين بالشكل ده وفاض معايا كمان حوالي لتر. زي ما قلت لك انا بصراحه اتلخبطت في عد الازايز، فضفت كده حوالي لتر ونص من الميه زياده. فانت خدي بالك وانت بتعايري ازايز الميه علشان يطلع معاكي تقيل ومركز. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، واستودعكم الله.